ليه مزرعة بتنجح والتانية بتفشل رغم ان المعدات واحدة؟ انا المهندس سيد عيسى وجاي افيدك في مجال الدواجن، ودي حلقة جديدة من سلسلة صناعة الدواجن. اختيار موقع المزرعة هو اول واهم قرار هتاخده، لانه مش بس بيأثر على الانتاج لكن كمان على مصاريف التشغيل وراحة القطيع وحتى سهولة التسويق. الموقع المثالي للمزرعة لازم يوازن من 3 عوامل رئيسية. اول حاجة المناخ والتهوية الطبيعية. المكان اللي بيتميز بدرجات حرارة معتدلة وحركة هواء مناسبة هيسهل عليك التحكم في مناخ العمر وهيقلل استهلاكك في التبريد او التدفئه. تاني حاجه البعد عن الكتله السكنيه. المزرعه لازم تكون بعيده عن المناطق الزحمه عشان تحمي القطيع من الامراض وتقلل اي مشاكل مع الجيران بسبب الروائح او الدوشه. تالت حاجه سهوله الوصول والخدمات. قربك من طرق رئيسيه ومحطات كهرباء ومصادر ميه نظيفه بيوفر وقت وتكاليف كبيره في النقل والصيانه. كمان لازم تراعي اتجاه الرياح في المنطقه عشان ما تدخلش هواء ملوث او رطوبه عاليه للعناب. وبص على الارض نفسها، هل هي قابله للتوسع في المستقبل ولا لا؟ في الاخر الموقع الصح هيوفر عليك مشاكل كتير وهيخليك تبدا بدايه مستقره بدل ما تضطر تعدل وتصلح بعدين. في الحلقه اللي جايه هنتكلم عن تصميم المزرعه والمساحات المطلوبه علشان تحقق افضل اداء. تابع السلسله لو حابب تبني مشروع دواجن يشتغل بكفاءه من اول يوم.